السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اللوبيا البيضاء اولا الفاصوليا بطريقه اللي سهله بزاف سريعه، ما كتاخذش وقت في التحضير ديالها، كتجي بنينه بزاف. غندوزو نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير بسم الله على بركه الله. عندي هنايا اخوتي اللوبيا البيضاء اللي سبق لي وبيتها ليله كامله مرطبه في الماء. بطبيعه الحال يعني كنقيوها وكنغسلوها مزيان. غادي نحتاج هنايا واحد جوج حبات ديال البصله متوسطين، عندي ربيطه ديال القزبر المعدنوس، حبه ديال المطيشه كبيره، جوج سنينفين ديال الثومه، عندي التوابل، وعندي كذلك تقريبا واحد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وعندي الزيت، عندي كاس الا ربع ديال الزيت اللي مخلط ما بين زيت زيتون وزيت نباتيه. كناخذ هنايا الكاس ديال الخلاط الكهربائي وكنقطع فيه هاد البصله. بالنسبه للبصله عندي البصله شي شويه صغيره، الا كانت البصله كبيره كديروا غير راس واحد ديال البصله فقط. غادي نقطع هاد البصله طريفات، وغادي نقطع حتى داك الحبه ديال المطيشه. كنطحن البصله مطيشه حتى داك القزبر المعدنوس والثومه كلشي كندوزو في الطحانه. بهاد الطريقه هذه اللي كتربحوا صراحه الوقت. صافي غادي نوضع هاد جوج سنينفين ديال الثومه، كنضيف شويه ديال الماء غير القياس باش كتطحن لي البصله مع مطيشه. صافي كناخذ هنايا طنجره ديال الضغط وغادي نوضع فيها داك البصله ومطيشه اللي طحنت مع سنينفين ديال الثومه، وبنفس الطريقه غادي نطحن حتى داك القبيطه ديال القزبر والمعدنوس. كنضيف له شويه ديال الماء غير القياس باش كيتطحن. صافي من بعد ما طحنته غادي نوضعوه في الطنجره، وكنوضع ديك الكميه ديال اللوبيا. غادي نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال الملحه، عندي معلقه ديال الفلفل الاحمر، معلقه ديال الخرقوم، تقريبا نص معلقه صغيره ديال الابزار، شويه ديال الحرص معلقه صغيره، وعندي نص معلقه ديال القزبر اليابس. عندي كذلك شويه ديال السكينجبير صراحه كان باقي لي يعني غير واحد الكميه قليله، داكشي علاش ضفت انا غير تقريبا راس معلقه صغيره. الا كان يعني السكينجبير نتوما كديروا يعني معلقه صغيره تكون عامره مزيان، انا غير ما بقاليش داكشي علاش استعملت غير كميه قليله. ودرت هنايا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وكنضيف كاس الا ربع ديال الزيت مخلط ما بين زيت زيتون وزيت نباتيه. كنغلبوا زيت الزيتون على الزيت النباتيه العاديه. غادي نخلط هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. وفي هاد المرحله غادي نزيد شويه ديال الماء باش كطيب لي اللوبيا، لان اللوبيا كيف ما كتعرفوا الا كتحتاج هكذا كميه ديال الماء باش كطيب لان كتشرب. صافي في هاد المرحله هذه غادي نغطي على الطنجره ديالي، وكندير لها الصفاره، كنقفل عليها المده ما بين على حسب يعني النوعيه ديال اللوبيا ديالكم، كتقفلوا عليها تقريبا من 20 حتى ل 30 35 دقيقه على حسب النوعيه ديال اللوبيا. الا كطيبه راه يعني غير 20 دقيقه راه كتكون واجده. انا قفلت عليها المده تقريبا واحد 25 دقيقه. ها نتوما انا كنحل عليها راها طايبه، كنخلي فقط ديك المريقه كتزيد كتقلى وكتختار. غادي نضيف هنايا واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الكمون، ما كنضيفوش في الاول، كنخليه حتى التالي عاد كنضيفو.
معلقة صغيرة صافي. غادي نخليها غير واحد ل5 دقايق كتزيد كتقلى وغادي نطفي عليها. ما نقليوهاش حتى نشفوها كاع لان اللوبيا كتشرب. حاولوا يعني تخليو فيها شي شويه ديال المريقه. صافي اخواتي، هنا من بعد ما طابت هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي ما شاء الله مقاليه، كتجي زوينه. داك المريقه كتجي خاتره. هنا وضعتها في الطبق ديال التقديم، ودرت هنا واحد جوج فلفلات حارين ممكن تضيفوا معاها الحار ملي تكونوا كطيبوها. انا ضفت هنايا الحار اللي كان عندي مرقد، وهذا هو الشكل ديالها. كتجي رائعه بنينه بزاف، الطريقه اللي سهله ومختصره. نتمنى تجربوها. كان الاعجاب ديالكم، نتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، الناس اللي كتعرفوا. وما تنساونيش اخواتي من لايكاتكم، تعليقاتكم الزوينه والمحفزه على الفيديو. بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو، اللي باقي كيشاهد الفيديو حتى لدابا كنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم. والسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.